السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. عملت النهارده البسبوسه طريقه جميله جدا واحسن من الجاهزه بكتير. الفيديو ده للناس اللي بتخاف تعمل بسبوسه، وانا اصلا كنت بخاف اعملها قبل كده لانها ما كانتش بتنجح 100%، لغايه ما جربتها كتير قوي ودي احسن طريقه وصلت لها. تعالوا بقى اتفرجوا على الفيديو وان شاء الله الفيديو يعجبكم. ما تنسوش لو جربتوا الطريقه ونجحت معاكم اعملوا لي لايك، الاول مره يدخل القناه اعملي سبسكرايب. ونبتدي بقى بسم الله الرحمن الرحيم. عندي كوبايتين كبار من دقيق السميد، معلقه كبيره من الزبادي، معلقه كبيره من اللبن البودر، 100 جرام زبده مقطعه مكعبات، معلقتين كبار من السكر، عندي كوبايه من اللبن، معلقه صغيره برضو سكر بودر، وعندي رشه من الفانيليا ورشه من البيكنج باودر، وده اضافي بقى انا حطيته حبه كده صغيرين من السوداني المجروش. عندي كمان هنا بقى في طاسه وكرملت السكر، وزي ما انتم شايفين كده اول ما اداني اللون الذهبي قبل ما يغمق عشان ما يمررش معايا حطيت الزبده، هقلب فيها كويس قوي. وبعد ما حطيت الزبده ودابت معايا مع السكر، ابتديت هنا ايه احط لها معلقه كبيره من الزيت، لان الزيت انا نسيت احطه مع المقادير، بس دي مهمه جدا. بعد كده حطيت كوبايه اللبن، قلبتهم كويس قوي، واول ما خدوا غلوه معايا عشان يمتزجوا ببعض وكمان السكر يفك اهو بقى شكلها دوت. هحط طبعا عندي هنا هحط الزبادي، بعد كده هحط اللبن البودر واقلبهم تقليبه كويسه تاني. انا هنا كنت طفيت خلاص، انا مش محتاجه النار في حاجه تاني. هنا كده بس بحط بقيه المقادير وهي سخنه، يعني الحاجه اللي في الطاسه كلها سخنه بحط كله وهكمل. حطيت كوبايتين السميد، بعد ما اقلبهم كويس انا هقلب كويس عشان خاطر انا هحاول اغلف كل السميد بالمكونات اللي في الطاسه كلها. عندي هنا المعلقتين اهو المكسرات، ده سوداني في كده مع الزبيب، الحاجات اللي بتحشي بيها القطايف العاديه خالص. وبعد كده هبتدي احط رشه المعلقتين السكر البودر، وبعد كده رشه الفانيليا، رشه البيكنج باودر، وهقلبهم كويس جدا. انا كده خلصت بعد ما قلبتهم، وهسيبها ترتاح كده شويه صغيرين. حضر عندي صينيه من صواني البسبوسه العاديه، وهدهنها طبعا معلقه سمنه مسيحاها على النار. بعد ما غلفت الصينيه كده ومن الجوانب عشان خاطر يبقى الصينيه كلها فيها سمنه، نزلت بكل المكونات اللي كانت في الطاسه. بعد ما نزلت بيهم انا محضره الفرن على درجه حراره 180 رف وسط، كل شويه هبص عليها وادتني النتيجه اللي انتوا شايفينها دي. محضره سكر العسل بتاع البسبوسه مختلف طبعا عن اي عسل تاني، بيبقى خفيف شويه. وسقيتها مره وبعد كده شويه كده وسقيتها تاني لانها بتحتاج تاني. عايزه بعمل لها شكل الهلال دوت، دي مكسرات كده بالجنب اديها شكل. هنا جبت الطبق ده وابتديت احط بالجناب كده زي ما انتم شايفين اداني شكل الهلال ده. طعمها خطير، مش قادره احكي لكم، لازم تجربوا الوصفه دي هتعجبكم جدا. كل سنه وحضراتكم طيبين، وان شاء الله اشوفكم في حاجات جايه كتير وفيديوهات حلويات كتير، واتمنى يكون الفيديو النهارده عجبكم. يلا ما تنسونيش بقى باللايك، واللي اول مره يدخل القناه اعملي سبسكرايب.